شلل في الحركة، اختناق، هلوسة، أقوى وأكثر كوابيسك خوفا تظهر لك في الحقيقة. خير بداية الكلام السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الحكاء، أقص الحكاية لجمع من الناس، وأتمنى أن يكون الجمع ده أنتم. مهتمية جدا بتشجيعكم، وبالنسبة للنقد رجاء رفقا. احنا النهاردة هنتكلم عن الجاثوم. تعرفوه؟ مين منا ما سمعش عنه، أو على الأقل ما عاش تجربة مخيفة بسببه؟ شلل ورعب وعدم قدرة على التحكم في أي شيء. عايز تعرف أكتر؟ كمل معانا الحلقة. عفريت الليل، المخلوق المرعب اللي بيقدر يزورك وانت نايم، حتى لو انت مش مدخله بيتك، مش مديله السماح لكده. ومع دخوله عليك تفقد القدرة على السيطرة، على التحرك، على التنفس، أو حتى عن الدفاع عن نفسك. تخيلين؟ مرعب صح؟ جدا. للأسف هو ده الإحساس اللي وصفه لنا كل من كان سيء الحظ وعاش تجربة مرعبة مع الجاثوم. تعالوا النهاردة كده نعرف ايه هو الجاثوم في الأساطير العربية. ما أصل هو كمان موجود في كل الأساطير، بس بتختلف من مكان لمكان. في اللي شايفينه ست، هو ايه حكاية الستات معاكم يا جماعة؟ وفي اللي شايفينه جن، وفي اللي شايفينه عقاب. وانا لما دورت في الموضوع ده لقيت فيه كلام كتير قوي. بس هي الحاجة السائدة عندنا في الشرق الأوسط إن هو شيطان أو عفريت بيجي يقعد على صدرك ويخنقك. عشان كده دايما بيقولوا لنا تحصنوا بالقرآن قبل ما تناموا. وزمان واحنا صغيرين كانوا بيقولوا لنا لا، ما تنامش على الشمال، نام على اليمين. ليه يا ماما؟ نام على اليمين وخلاص. كان دايما بنسمعها صح؟ أنا النهاردة بس عرفت ليه. تعالوا بقى نشوف هما ليه بيقولوا عليها ست. الأساطير الإسكندنافية وجورجيا وكارولاين بيقولوا لك إنها ست وشبه إيه السلعوة. هما عندهم سلعوة برضو. في بقى ناس شايفاها عدم تدين وانقطاع عن التواصل مع ربنا بالصلاة والذكر، زي الأساطير الكشميرية بيرجعوها لعدم التدين. فهو مخلوق بيخش البيوت اللي ما بتمارسش فيها عبادة الله، وبيهاجم الناس اللي فيها، خاصة أصحاب الأفعال الشريرة. في باكستان بيقولك إيه؟ يقولك إن أعدائك ممكن يعملوا ضدك سحر أسود ويسلطوها عليك، وتبقى بيوتكم مسكونة بالأشباح الشريرة والشياطين، وبكده بيقدروا إن هم يقوموا ويطاردوكوا ويخنقوكوا وانتوا نايمين، أو على الأقل يرعبوكوا. الكلام اختلف ما بين دولة والتانية وما بين أسطورة والتانية، بس في الآخر هي حاجة واحدة. الجاثوم شيء بيجيلك في النوم متقدرش تتحرك قدامه. طب احنا سمعنا الأساطير، ايه أصلها بقى؟ أصلها علمي، وعلى عكس كل الأساطير اللي موجودة في العالم، العلم كان ليه كلام تاني خالص. فهو سمى الحالة دي باسم شلل النوم أو sleep paralysis، وهي حالة من العجز المؤقت عن الحركة في بداية الاستيقاظ. يعني أول ما بتصحى كده وانت ما بين النوم والصحيان. دي بتتبعها طبعا حالة من الهلوسة اللي بتخلي المصاب حاسس دايما ان هو في خطر، بالإضافة للإحساس بالاختناق. وقالوا ان الإصابة بيه بيكون بسبب حاجات كتير جدا، زي مثلا عدم الانتظام في النوم، أو عدم النوم لفترات كافية، أو التعرض لضغط عصبي، أو بعض المشاكل الطبية زي مثلا استخدام بعض الأدوية، أو الإصابة ببعض الحالات النفسية، بالإضافة طبعا إلى بعض العوامل الوراثية وتناول المخدرات والكحوليات. أعمالها الفنية، الأسطورة دي زيها زي أساطير تانية كتير اهتم بيها الفن في عرضها وتفاصيلها. تم تجسيد أسطورة الجاثوم في عدة أعمال فنية، وبرضه طبعا مش هنقدر إن احنا ننكر أو ننسى الجاثوم لأحمد خالد توفيق، التابعة لسلسلة ما وراء الطبيعة. ده طبعا برضه اتعملت في حلقة من حلقات مسلسل ما وراء الطبيعة. ده غير إن كان فيه عمل إذاعي رائع أنا بالنسبة لي حباه،
اسمه جمد قلبك، ده كان عمل إذاعي مصري قدم الجاثوم في إحدى حلقاته، بالإضافة إلى فيلم أجنبي يسمى سلامبر. اللي عاش تجربة الجاثوم أكد 1000 مرة من إنها تجربة في غاية الرعب، محدش بيحب يفتكرها، وفي اللي قدر يتغلب عليها ويعديها بسلام. لو أنت حد منهم أو تعرف حد عايش التجربة دي، يا ريت تشاركنا بيها. ولو أنت الحمد لله ممن عافاهم الله وما عدوش على التجربة المرعبة دي، قولنا رأيك تحت في أسطورة الجاثوم، مرض ولا شيطان؟ خير الكتاب السلام.